زي ما جرت العادة، اتنين بيتخانقوا على واحدة. الأول راجل جدع ومن عيلة محترمة يعرفوا ربنا، وتقدر تقول إنه مثال الشاب اللي غلطاته في الدنيا محدودة. التاني بقى حكايته حكاية، صايع وشمال واستغلالي وزي ما تحب تقول قول. وبالنسبة للتالتة فدي القمر بتاعتنا، سوريا، أجمل بنت في الجمالية، وهنشوف منها حكاوي كتير. اخبط اللايك ويلا نبدأ. بدايتنا مع حرب الجبالي، بطل حكايتنا. صاحبنا ده اتقال له بالحرف كده إن زمانك وزمان عيالك زمن صعب، الحق تاه والدنيا بتضيق، وانت يا حرب ليك من اسمك نصيب. كلام معناه ان حياتك الجايه يا حرب هتكون كلها حرب في حرب. بعدها بنشوفه صاحي من النوم على كوبايه الميه، وبنعرف ان هو وابوه عندهم عاده الصيام اثنين وخميس من كل اسبوع. طيب حرب متجوز مين؟ متجوز اميره بنت خالته اللي مدوقاه المرار ومخليه عيشته هباب، والراجل اكمنه طيب ومحترم فبيعاملها احسن مما تستحق. دي بقى الحاجة أنهار أم حرب، وبالتالي فأكيد تبقى مرات الحاج عثمان. مين الحاج عثمان ده كمان يا عم زيزو؟ ده الجبال الكبير أبو حرب. تمام لحد كده؟ لا مش تمام، لأن لسه معانا شخصيات كتير هعرفك عليها. ما احنا بنتكلم في مسلسل 50 حلقة، يعني ورقة وقلم واكتب ورايا. بس الأول عايز أقولك إنهم هم رايحين يصوروا